السلام عليكم. اليوم راح نعرض لكم ملخص الجولة الأولى للدوري التونسي موسم 26 ل 2025. موسم جديد وطموحات وانتظارات متجددة لجماهير الافريقي بعد التغيير الشامل اللي عرفه الفريق على المستوى الاداري وانتخاب هيئة برئاسة محسن الطرابلسي، وفنيا بقدوم الجنرال فوزي بنزرتي اللي يرجع لأسوار باب جديد للمرة السابعة. والبنزرتي حقق رقم قياسي في الحضور في البطولة للمرة 36 متواجد في الرابطة الأولى في مواجهة أحد المدارس العريقة لكرة القدم التونسية، مستقبل المرسى العائد لدوري الأضواء واللي حافظ على إطاره الفني عامر دربال مهندس رجوع القنوية للرابطة الأولى. بتشكيلة تعرف زوز انتدابات فقط في السياق، بن علي وشوات القادمين من الإطوال، ووسط ميدان فيه زمزمي وصغير الثابتين على غرار الموسم الفارط. سي نورمال دي جوور كونفيرمي كيما فراس وحسام دي انترناسيونو، معناتها ان شاء الله يعطيو لو بلوس الكوب افريكان باذن الله هما، وباقي الاولاد اللي موجودين سواء باش يبداو ولا يكملوا ولا الاولاد اللي جايين في الطريق ان شاء الله. في المقابل عامر دربال يعول على سداسي جديد مع غياب الاجانب في التشكيله الاساسيه والاحتياطي. تعرف انت الانتجراسيون والادابتاسيون باش تصير يلزمها شويه وقت، حاولنا قدر المستطاع وبكل يعني احترافيه باش نخلطوا الملاعبيه باش نخلقوا بوكو معناها ديكيليبر بيناتهم. قبل بدايه الماتش يبدا بتكريم بطل العالم في السباحه احمد جوادي، وتفاعل كبير للجوادي مع جماهير فيراج الكلو. التوقيت 63 دقيقة لعب، المدرب بنزرتي يقحم محمد صادق محمود مكان كوزومبي. النتيجة 0-0. الافريقي يعاني هجوميا ضد دفاع متماسك للقناوي. 10 دقائق من بعد كورة تبدا من الزعلوني، تمهيد بالراس من شوات للخضراوي اللي بدوره بالراس يمهد لمحمد صادق محمود على الطائر، كورته في الشباك وفرحة هستيرية لابن قربة. أول هدف في الموسم بأقدام محمود في سن 19 سنة و10 أشهر. بعد غياب 4 سنوات جددت الشبيبة القيروانية العهد مع أجواء الرابطة المحترفة الأولى. تغييرات بالجملة شهدها الفريق، بداية بالهيئة التسييرية اللي رأسها بشير الأحمر، ثم التعاقد مع المدرب غازي الغرايري، إلى جانب جملة من الانتدابات اللي بلغ عددهم 9 لاعبين، 6 محليين و3 أجانب. ان شاء الله الشبيبه سنه تشوفوها بوجه جديد، واليوم انطلاق موسم جديد موسم 25 26، وان شاء الله نبداو بانتصار ان شاء الله. في المقابل سجل مستقبل سليمان عدة غيابات في الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي الجديد لعدة ظروف، ذاك علاش هامش الاختيار على التشكيلة كان محدودا بالنسبة للمدرب محمد التلمساني. فما ملاعبيه خلطت، فما ملاعبيه ما خرجتش، يعني مازال تأهلوش قانونيا. ان شاء الله عندنا ثقة في الموجود توا، الولاد كل حاضرين ان شاء الله باش نقدموا مقابلة طيبة. حاضرين ان شاء الله مركزين على الماتش كما يلزم، سخانة صحيح واحد، اما مركزين ان شاء الله فيكتوار ان شاء الله. الشوط الأول لهذه المباراة اللي أدارها الحكم هيثم الطرابلسي ما بلغش مستوى فني كبير، وكانت فيه الأفضلية للشبيبة على جميع المستويات. فرصة أولى لكريست اللي توغل ومهد لوليد الجربي والكرة تضيع، رد عليها هجوم المستقبل بتسديدة، ومحمد علي اليعقوبي يتدخل في الوقت المناسب. وليد الجربي مرة أخرى في الهجوم وتسديدته القوية بعيد على مرمى بن شريفية. دقيقة بعد ملاعبية الشبيبة يطالبوا بضربة جزاء، والحكم يمنح مخالفة لدفاع سليمان. فرصة جديدة للشبيبة وهدف وليد الجربي ملغى بداعي التسلل. أبرز فرصة في هذه الفترة لعبد الله كانو اللي يخترق دفاع مستقبل سليمان، وتسديدته تصدى لها بعز بن شريفية. لتنتهي هذه الفترة الأولى على نتيجة تعادل 0-0. الشوط الثاني فرصة أولى لزملاء محمد علي اليعقوبي، إدريس ليوان يمهد وكورته تهرب على وليد الجربي. فرصة لمستقبل سليمان والكرة بعيدة على مرمى أشرف كرير. المعوض حسام التواتي يتوغل ويسدد، ودفاع الشبيبة يتدخل ويحط الكرة في الركنية. وليد الجربي يطالب بضربة جزاء والحكم يواصل اللعب. تسديدة سفيان بن منصور والحارس كرير ياخذ كورته. بعدها ترجع الشبيبة لمواصلة الضغط بحثا على
بعد تتويجه بكأس السوبر الأسبوع الفارط الترجي الرياضي انطلق في رحلة الدفاع على لقب البطولة من جابس. تنقل صعب لمواجهة زليزة مع غيابات في تشكيلة الكنزاري لعل أبرزها الجزائري يوسف البليلي. في الجهة المقابلة أصحاب الأرض والجمهور بدأوا البطولة في ظروف صعبة بعد تحضيرات بدأت متأخرة، إضرابات وعدم تأهيل معظم المنتدبين الجدد في ظل الأزمة المالية الخانقة. شوط أول كان في اتجاه واحد عكس الفارق في الجاهزية بين الزوز فرق. الترجي اضغط منذ البداية على منافسه وكان قريب من افتتاح النتيجة بعد ربع ساعة لعب. عبد الرحمن كوناتي يسدد من خارج 18 وكورته يرجعها القايم. أمام تكتل دفاع مباراة اليوم بين النجم المتلوي والنادي البنزرت بملعب متلوي انطلقت وسط حضور جماهيري متوسط. المبادرة بالهجوم كانت لأبناء المتلوي، الدقيقة الثالثة ركنية يتولى تنفيذها قائد الفريق باسم الحاجي وديامير بالرأس فوق العارضة. النادي البنزرتي يعكس الهجوم ومحمد عزيز القاسمي ينطلق من وسط الميدان وجه لوجه مع الحارس بن شريفية كورته محاذية للقائم، ومحمد عزيز القاسمي يتوغل من اليمين يوزع أحمد العمري بالراس وبن شريفية يتألق ويخرج الكرة للركنية. نجم المتلوي يرجع للهجوم، ياسين السلطاني يوزع من اليسار والحارس يوسف مقطوف خرجها للركنية. أحمد العمري شكل خطر متواصل على مرمى بن شريفية يسدد وهالأخير يخرج الكرة للركنية. أبناء المتلوي يدخلوا الشوط الثاني بقوة والمهاجم مهدي القشوري يتوغل داخل منطقة الجزاء يسدد كورته ضعيفة. رد النادي البنزرتي على العملية كان في الدقيقة 65 وأحمد العمري بطريقة غريبة يضيع فرصة افتتاح النتيجة على فريق أحمد ولد باهية. على ملعب الشادلي زويتن استقبل شبيبة العمران النجم الساحلي في ثالث مواجهة بين الفريقين في البطولة. طموحات جديدة وانتدابات بالجملة. العمران ب 12 انتداب بالتمام والكمال، 4 منهم أساسيين: بلال مقنم، هارون الكوكي، محمد أمين بن عمر، ومحمد العسكري. موسم جديد لكن طموحات هي بيدها، ما عندناش طموحات أخرى. يمكن نقول لك طموحات بتاع مناول بتاع مناول، أما نحاولوا باش ما نقعدوش الوقت هذاك باش نمنعوا. ومع الملاعبين اللي عندنا مع الصغيرات اللي باش نطلعوهم ان شاء الله تهز بعضها وتكون الامور ان شاء الله مريقله بحول الله. النجم بدوره ب4 منتدبين جدد منذ البدايه. تغييرات شملت كل الخطوط: صبري بن حسن في حراسه المرمى، عمر با في الدفاع، اوتشي في الوسط، وموسى سنغور في قياده الهجوم. هذوما العناصر اللي شفناهم احنا اقرب ناس حاضرين. فما عندنا مازالوا عندنا كيلكو بليسيور، فما عندنا ناس مازال ما خلطتش. دونك اليوم ذوما الموجودين اليوم عندنا تحت التصرف كما نقولوا لي جور كاليفي. اليوم ولا الميركاتو يعمل برشا بوليميك بالنسبه للنجم الساحلي. هذه النقطه تو المهمه برشا اللي نذكر الاخيان وخاصه جمهورنا اللي احنا رانا مازلنا نحسبوا باش تكون الكلمه المناسبه، رانا نحسبوا في ريكروتمونات. التوجه واضح، نلوجوا على ملاعبيه يتبعوا من جديد، معناها باش يرجعوا يجيبوا لنا فلوس مره اخرى ونكبروا في قيمه الملاعبيه اللي عندنا باش يجيبوا اكثر فلوس، خاطر التجربه نتاع مناول ما جابت لناش السنه برشا فلوس، استثناء صفقه انس الخرداني لحد الان معناها، والشواط تقريبا معناها طموحاتنا اعلى. مباراة تبدا بريتم بطيء غابت فيها الفرص في ال10 دقائق الاولى، واستنينا دقيقه 12 باش نشوفوا اولى محاولات ابناء الدريدي، والمنتدب الجديد موسى سنغور يرفض الهدية بعد كرة في ظهر الدفاع. أبناء ليتوال كانوا مبادرين في الهجوم لكن دون خطورة تذكر. أبناء العرعوري واقفين كما يلزم في الدفاع مقابل اعتماد على الهجومات المعاكسة عن طريق كل من العسكري، إيهاب بالرجب، وهالأخير بعد تهديد أول إثر توغل في دفاع النجم كورته تنقصها القوة في دين صبري بن حسن. الدقيقة 35 تجيب جديد. طويلة ترجع من دقدوق في مناسبة أولى، تسديدة على الطاير، صبري بن حسين في مناسبة أولى وهدفه الأول للشبيبة الرياضية بالعمران. متابعة كانت من ابن جياسو وافتتاح النتيجة بعد 35 دقيقة لعب.
أول هدف لبن عمر مع العمران في أول ظهور ليه، العمران يمر للسرعة القصوى و3 دقائق فقط كانت كفيلة لمباغاة الدفاع النجم مرة أخرى. الكرة خطيرة ليكون الثاني. الله 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 الله، ثاني أهداف المباراة شهاب الزغلامي. شهاب الزغلامي يسجل ولا يبالي في شباك الحارس صبري بن حسن، تكون ثاني أهداف المباراة. في الدقائق الأخيرة كدنا نشوفوا هدف ثالث لزملاء الزغلامي لولا تدخل الدفاع لينتهي الشوط على تقدم مستحق لأبناء جبل الأحمر أمام مردود محير لدفاع النجم. في الشوط الثاني دريدي يبحث على تعديل الأوتار بدخول فرجاني وكريستو، ونفس سيناريو نهاية الشوط الأول كاد يتعاد في الثاني. هجوم معاكس لأبناء العرعوري والعسكري، كورتو ما تلقى حد يحطها في الشبكة رغم خطورتها. النجم عاد عنده ما يخسر، يطلع البلوك والهجوم يتحرك بقيادة كريستو وفادي بن شوق، وهالأخير بإمداد ممتاز لسنغور اللي يراوغ في 18. الكرة تلمس في المدافع والحكم قريب من العملية يعلن عن لمسة يد وبالتالي ضربة جزاء للضيوف أمام احتجاج كبير في صفوف العمران. سنغور في التنفيذ يذلل الفارق ويمضي على أولى أهدافه مع النجم. الهدف حفز أكثر أبناء الدريدي للتعديل، يكثفوا من عملياتهم الهجومية عبر التوغلات الجانبية من كريستو والكرات العرضية في ظهر الدفاع، وحتى الكورتين اللي أتيحت لسنغور من رأسية أولى كانت فوق مرمى السيد رغم مضايقة الدفاع، رأسية ثانية جانبية والنجم ما يسجلش. العمران خطير جدا كل ما يطلع للهجوم، وبعد انذار أول من غيث بن حميدة إثر التسديدة أبدع في التصدي لها صبري بن حسن. الدقيقة 66 كانت بمثابة المنعرج الأخير للقاء، برجب في التوزيع، كورتو تضرب في نجح الفرجاني والحكم دون تردد يعلن عن لمسة يد وضربة جزاء للمحلي. أبرز لاعب في صفوف العمران إيهاب برجب يتولى بنفسه التنفيذ وبريك جديد في اللقاء. الهدف الثالث لشبيبة العمران مع الدقيقة 22. 3-1 تصعب المهمة على زملاء هنيد يوليو يلعبوا تحت ضغط الوقت والنتيجة، الشيء اللي خلانا نراو سيطرة عقيمة دون فرص حقيقية للتسجيل. ولا التغييرات الهجومية من دريدي ولا ال5 دقائق المضافة من الحكم بدلت في نتيجة لقاء ينتهي على انتصار مستحق لأبناء العرعوري قدموا من خلاله مباراة بطولية دفاعيا وهجوميا، خليهم يبدأوا بفوز على غير الموسم الفارط يأكدوا به جاهزيتهم في تحقيق موسم ممتاز. في المقابل نقطة استفهام كبيرة حول مردود النجم خصوصا على مستوى الدفاع اللي باين بالكاشف أنه مازال يحتاج وقت لتعديل الأوتار. احنا اليوم هنا في ديشوا حاولنا باش نصلحوا في الميدان، حاولنا باش يصيروا كما نقولوا رجة، لكن الغالب اليوم الادفرسير كان خير منا، ما علينا كان نصلحوا رواحنا نكونوا خير منها، احنا يلزمنا نكونوا خير من هكا، ديجا احنا ماناش راضيين على رواحنا. هزيمة يعني خايبة سورتو في الديبار نتاع السيزون، ما اعطيناش الحقيقة الروندمون لازم، وما يعني ما كناش في المستوى الحقيقة. لازم الناس كل معناها سورتو اللاعبين نتحملوا المسؤوليات نتاعنا، نحاولوا نخدموا اكثر على رواحنا، نركزوا نحطوا ساقينا على القاعة، وما علينا كان بالخدمة بقدرة ربي ان شاء الله باش نفرحوا جمهورنا ونطلبوا من السماح على البريستاسيون نتاع اليوم. سلون اللي عندنا لي كاليتي اللي عندنا حاولنا نوظفوهم، جرينا الوقت وكذا ولقينا ليزيسباس اللي درسناهم الحقيقه مليح، عاودناهم مرتين وثلاثه مرات، الحمد لله توفيق من عند ربي. نشكر الملاعبيه الحقيقه معناتها اللي ان جرون برافو الاولاد اللي تعبوا برشا معايا شهر ونص الحقيقه تعبتهم برشا، وبان هاك شوف معناتها الحمد لله نبداو انطلاقه باهيه، وان شاء الله هذا معناتها يكون عزم باش نزيدوا نكونوا خير القدام ان شاء الله. كان نشوف الماتش تاع اليوم وقت اللي جاتنا باش نقتلوا الماتش قتلنا الماتش، عملناو نكونوا رابحين ويرجعوا علينا لي زادفيرسير. تحب ولا تكره معناتها الاكسبيريونس تاع ناسيونال راهي لازمك تكون عندك برشا ماتشات في ساقيك. توا الاولاد عملوا معناتها كيما نقولوا المكثريه نتاعهم عملوا سيزون معناتها كامله، لعبوا برشا ماتشات باش نلقاهم السنه خير من عملوا، باش نلقاهم السنه باش تولي عندهم اكسبيريونس اكثر سورتو في لي ماتش كيما هذوما. بعد مواجهة المباراة الفاصلة للكأس الممتازة، الموعد يتجدد مرة أخرى
بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي، لكن المرة هذه في إطار الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بداية المباراة كانت قوية من جانب الملعب التونسي اللي هدد دفاع الاتحاد المنستيري في ظل حركة محمد أمين الخميسي من الجهة اليمين ليستعين بمهاراته ويوزع أمير الجوادي رأسيته فوق المرمى. مرة أخرى تهديد البقلاوة يأتي من الجهة اليمين، ريان السماعلي حضر القادم من مولودية منوبة محمد أمين الخميسي تصويبته القوية محاذية لمرمى عبد السلام الحلاوي. رد الاتحاد المنستيري كان عبر معز الحاج علي في هجوم معاكس يحضر الكرة الأيمن الحارزي اللي كان في وضعية مراقبة لصيقة مع المدافع ياسين الميزوني، كورته ضايعة. أبناء شكري الخطوي كان إصرارهم على التهديف واضح في الشوط الأول، كرة ثابتة من تنفيذ محمد أمين الخميسي تضرب في ريان السماعلي تتحول للمدافع آدم عروس اللي ما يفوتش فرصة افتتاح نتيجة على فريقه ويمضي على أول أهداف اللقاء في دقيقة 30. هدف أعطى شحنة معنوية أكثر للضيوف. ريان السماعلي حاضر أمات نداو تدخل معاه فابريس زيغي كورته خارج الميدان. في غياب العمق الهجومي للاتحاد المنستيري يلتجأ للكرات الثابتة. أيمن حرزي نفذ ركنية، حازم المسوري رأسيته محاذية لمرمى الفرحاتي. محاولة أخرى تتوفر لأبناء منتصر روحيشي، كان وراها أيمن الحرزي اللي اختار حل التصويب كورته محاذية للمرمى. الفترة الثانية يدخلها الاتحاد أكثر خطورة على دفاع الملعب التونسي، المدافع آدم عروس يبعد الخطر من قدام حازم المستوري. المحاولات تتعدد من جانب المحليين، مخالفة من أيمن الحرزي الإيفواري فابريس زيغي رأسيته تضرب في أمات نداو وتضيع فرصة هدف محقق. الحرزي اللي كان في كل مرة وراء العمليات الهجومية للاتحاد يعطي تمريرة حاسمة وذكية المعز الحاج علي، والأخير ينهي العملية في شباك نور الدين الفرحاتي ويتمكن من تعديل النتيجة في 68 دقيقة لعب. هدف التعادل لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. فيما تبقى من توقيت المباراة تعددت التغييرات لكلا المدربين شكري الخطوي ومنتصر روحيشي، لكن هذا ما غير شيء في نتيجة المقابل ونقطة في رصيد كل فريق في الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2025-2026. حبينا نعملوا 3 بوان اليوم ونبداو في السيري جديده ب 3 بوان، بالسيزون جديده ب 3 بوان. مالوريزمون انا با ريوسي، مازال برشا ماتشوات وزاد سيزون طويله، وانا جو سوي كونفيون معناها ليكيب هذايا بالوقت باش تتحسن وكما قلت لك باش تولي بيرفورمانت باذن الله. ماتش كوستو استاد مستير، اظن 3 مواسم الاخيره زوج فرق قاعدين يقدموا في اداء ممتاز مع اول جوله مع التحضيرات، دونك يعتبر مباراه كانت ممتازه بين زوج فرق حسب الوضعيه اللي موجودين فيها. ان شاء الله بقدره ربي الملعب التونسي باش يكون رقم صعب ونعملوا مباراه ممتازه، موسم ممتاز مش بالكلام اما برشا خدمه. اتحاد بن قردان على ميدانه وامام جمهوره استضاف الاولمبي الباجي، وضعيه اداريه وفنيه صعبه ومتشابهه بين الزوج فرق، مع انطلاقه الموسم اثرت ايضا حتى على التحضيرات. اتحاد بن قردان باطار فني جديد من ابناء النادي وايضا برصيد بشري يضم بعض اسماء الموسم الفارط. ان شاء الله الفتره القادمه تكون انه هذا الموسم نقعد انه الجمهور نتاعنا انه على الاقل تكون نتفادوا حصل في الموسم الفارط هذيك الغسره اللي حصلت في نهايه الموسم. ان شاء الله قلت ربي هذا الموسم نبدو التحضيرات على بكري ونبدو يعني في جني النقاط يعني بدايه الموسم ان شاء الله. في الجهه المقابله الاولمبي الباجي اختار التعويل على المدرب الشاب وجدي بوعزي في ثالث تجربه ليه في الرابطه المحترفه الاولى بعد اتحاد طويل ومستقبل سليمان. شرف لي انا باش نكون متواجد في الاولمبي الباجي. دينا تحضيرات روتار مخر برشا كما تعرف الناس الكل، براتيكمون هذا الاسبوع الثاني كهو بمجموعه شابه ابناء الاولمبي الباجي كلها، معناها يعرفوا الناس الكل انه عندنا يومين من اللي وقع رفع منع الانتداب اوفيسيلمون. ابارتير من الجمعه الجايه براتيكمون بوتيتر كيكو جوار باش يلتحقوا بنا، لكن احنا بالموجود نخدموا ان شاء الله ربي يوفقنا اليوم وان شاء الله ربي يكون معنا. المواجهه بين الفريقين جاءت دقائقها الاولى سريعه هجوميا من جانب ابناء اتحاد بن قردان. 5 دقائق لعب، كره تتوزع من الجهه اليمين باتجاه ادريس بحيرسي داخل المنطقه، المطالبه بضربه جزاء، العمليه تتواصل من فاروق الميموني ومحاوله اولى جديه على مرمى الضيوف. 3 دقائق فقط بعد العمليه هذه وعمل فردي اخر ممتاز من المهاري حبيب يكن من الجهه اليمين، يتجاوز المدافع يوزع، الدفاع يبعد الكره في المره الاولى وزياد خليفه تصويبته تخطئ المرمى. لقطه طالب ايضا فيها ملاعبيه اتحاد بن قردان بضربه جزاء.
ردة فعل أولمبي الباجي جاءت مع مطلع دقيقة 20 في أول محاولة جدية اثر تصويبه قويه من خارج المنطقه لحمزه الحوجي ترجع في مره اولى من الحارس الامامي، وفي المتابعه انيست ايشوموي يسجل لكن هدف ملغى بعد رفع رايه من المساعد الثاني حمزه حمرشه. اتحاد بن قردان يعود الهجوم بتصويبه قويه مخادعه من اياد تويس، والحارس البطنسي بصعوبه ايضا يخرجها للركنيه. ومع مطلع دقيقه 26 كان ليهم ما ارادوا عن طريق الهداف الجديد للفريق إدريس المحيرسي. هدف أول أعطى ثقة أكثر لزملاء غازي عبد الرزاق، وفي الدقيقة 29 المهاجم زياد الحاج خليفة يوقع على الهدف الثاني لفريقه. الشوط الثاني من لقاء اتحاد بن قردان وضيفه الأولمبي الباجي عرف انخفاض على مستوى ونسق اللعب بعد تراجع العمل البدني من لاعبي الفريقين، وهذا منتظر بالنظر ايضا الى انطلاقه التحضيرات المتاخره من جانب الزوز فرق. الشوط الثاني حاول من خلاله كل مدرب ايضا احداث بعض التغييرات على مستوى التشكيله لكن دون تغيير في نسق واداء الملاعبيه على الميدان، والمحاولات والفرص كانت شحيحه وايضا ربما لم نشاهد ما يستحق الذكر خلال ال 45 دقيقه الثانيه من هذا الحوار. اكثر حاجه فرحان بها الحقيقه ان ليتا ديسبري نتاع اللاعبين المنتدبين الجدد سجلوا، فما روح كبيره شفناها اليوم في المجموعه، واكيد احسن بدايه تبدا ب3 نقاط في بدايه المشوار تعطي ثقه اكيد للاعبين والاطار الفني والناس الكل ان شاء الله. الفرق ما بين اتحاد بن قردان والاولمبي باجي في المقابله نتاع اليوم هو عامل الخبره نتاع كيلكو جوار. شوف كي تبدا بعيد سير البلان فيزيك، مي تبدا عندك كاليتي في الجروب نجم نصنعوا الفرق. اليوم شفنا ادريس المحيرسي، شفنا فاروق الميموني، شفنا اياد الحاج خليفه، شفنا غازي، معناها دي جوار كادر اليوم بعاد فيزيكمون مي الكاليتي موجوده ما تموتش، معناها بالاكسبيريونس وبالتكنيك يخرجوا ماتشوهم. اليوم الاولاد دي جون مع اليوم كان كما قلت لك يهزوا روسهم يخدموا، احنا هوني باش نخدموا. النادي الصفاقسي ترجي جرجيس في اختبار كروي كبير لإبراز مدى استعدادات كل فريق في أول لقاءات الموسم. قمنا بالانتدابات اللازمة، تعرف أنت الفريق نتاع الموسم الفارط معناها بريسك 8 أو 9 لاعبين خرجوا فهمني، دونك في لي بوست خذينا الجوارات اللي نيسيسير اللي إن شاء الله بقدرة ربي يكونوا في المستوى أكيد باش يعوضوا أصحابهم نتاع الموسم الفارط ويبرهنوا قيمتهم الحق. جبنا ملاعبية دي فالير إن شاء الله يكونوا في المستوى إن شاء الله ونروحوا بالانتصار اليوم ان شاء الله. الانتدابات كانت شملت الخطوط الكل معناها سويفون البوزوان اللي عندنا حسب الافكتيف الموجود عم ناول. طعمنا الفريق بعض من اللاعبين الشبان اللي وراونا معناها مردود ممتاز خاصه في المقابلات الوديه وفي التمارين كانوا منضبطين وكانت البروغريسيون نتاعهم واضحه برشا. ترجي الجنوب يستعيد الممرن انيس بوجلبان لمواصله نجاح عرفوا معاه قبل التحول الى المصري البورسعيد. السياساس في تجربة ثانية مع محمد الكوكي بعد موسم 2023-24. هذا بالإضافة إلى عودة الكابتن علي معلول لفريق الأم بعد 9 مواسم قضاها مع الأهلي المصري. أقل من دقيقة على إعلان الحكم أمير لوسيف على ضربة البداية، هفوة من ريان دربالي، نعمان الرحماني ما يرفضش الهدية، يفتتح النتيجة في وقت قياسي. خطيرة العملية والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الصفاقسي أصبح يلهث وراء التعادل، يضغط يجرب كل الحلول دون نتيجة. الكرة الأبرز تأتي على كرة ثابتة ينفذها علي معلول. عمر بن علي لا يحسن استغلال فرصة واضحة لتعديل النتيجة. توغل بعدها هشام بكار على اليسار، وزع سيف الدين الشرفي يتصدى. حارس مرمى ترجي جرجيس سيف الدين الشرفي يصاب، يعوض أمين الحازقي. ضربت الدم خرج من خشمي وبلعت برشا دم وتراوشت شويه. مشينا كلينيك قالت لي فراكتور نو ديبلاسي في خشمي، ما الحمد لله كان لازم نخلي تقلع على خشم عطينا نربحوا هكا. الشوط الأول في وقته البديل، يوسف بشا بلقطة فنية كبيرة، مجهود فردي مميز، يصنع أسيست، يوزع بالملي. بشا يرفع الكرة
هدف التعادل، هدف التعادل لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. اللاعب جمال متابعة. في الشوط الثاني الممرن محمد الكوكي يعطي أولوية للهجوم بدخول أونانا، تايفور مكان ريان الدربالي ومحمد طرابلسي. السي اس اس أصبح أكثر خطورة. أونانا يقود هجوم، يمرر لعمر بن علي، تجيب ركنية ينفذها علي معلول وعمر بن علي بالراس فوق المرمى. الممرن أنيس بوجلبان يعمل 3 تغييرات دفعة واحدة. أشرف بن ضياف، خليل قصاب وإنوسون. كوتشينج أعطى الإضافة. أشرف بن ضياف يسدد كرة قوية قريب من التهديف. إنوسون يقدم تمريرة خاصة جدا في طبق، ونعمان الرحماني حاضر لإضافة هدف ثاني، وثنائية هي الأولى في الموسم الحالي للرحماني. 2-1 للترجي جرجيس. مهمة السياسات ولات صعيبة، خاصة وأنه لقى صعوبة كبيرة في تجاوز دفاع يقظ. طالب بعدها بضربة جزاء في العملية هذه، الحكم ما خذاهاش بعين الاعتبار. السياسات جرب أيضا عكس الهجمات، الحارس الحازقي قبل أونانا يتدخل. جرب كذلك التوزيع، كرة من علي معلول، عمر بن علي بالراس، العارضة تمنعه من التعادل. ترجي الجنوب ما اكتفاش بالدفاع، ومحمد مختار زيدي بكرة قوية قريب من إضافة هدف ثالث. مش هذا فقط، ترجي جرجيس يتمكن بالفعل من تسجيل هدف ثالث في العملية هذه. رفضوا الحكم أمير لوسيف، اعتبروه مسبوق بتسلل. المقابلة توفت بانتصار الممرن أنيس بوجلبان على فريقه الأم 2-1، وترجي جرجيس يعيد سيناريو الانتصار على السياسات في صفاقس بعد 15 سنة، كان ذلك في ماي 2010. نجحنا كما يلزم على المستوى التكتيكي، عرفنا نقاط قوة النادي الصفاقسي، كنا محضرين كما يلزم، ولعبنا سيرتو على الديفايونس، لأنه أي فريق كل فريق اونجاجي قدام لازم يحط المساحات الصغيرة اللي ينام. ونعتقد انه انتصار مهم اكيد بور كونفيرمي اللي عملناه. ما كناش واقعيين في الخط الامامي، برغم عملنا حجم لاعب محترم جدا نسبه الى انه مباراه اولى وتقريبا فريق اول مره يلعب مع بعض، ومعناتها عملنا حجم لاعب محترم اجمالا، خلقنا فرص ما سجلناش. معناتها فما اهداف المفروض لو تعاملنا معها بطريقه اخرى اكثر سون فروا، خاصه في اخذ القرار، كنا قادرين نسجلوا، وعملنا اخطاء معناتها اللي كلفتنا غالي. وأخيرا راح نختار التشكيلة المثالية للجولة الأولى، والتشكيلة هي 4-3-3. في حراسة المرمى عبد القادر شوية، قلبي الدفاع علي يوسف وأدم عريل، صهير أيسر حسام بن علي، ظهير أيمن غيث، الزعلوني، ثلاثي وسط الحج علي والصادق محمود وجمال متيابة، وثلاثي الهجوم متكون من إدريس الأمحرسي ويوسف بشت، وقلب الهجوم مؤمن لرحمي، ومدرب الجولة هو أنيس بوجلبان، والاحتياط متكون من شهاب الزغلاني وإيهاب بن رجب وأمين بن عمر وعبد ليكان وحمزة الخضراوي ويمن الحرزي وأياد الحج خليفة ومروان الصحراوي ووغبيلو. وهنا وصلنا إلى نهاية فيديو، إلى اللقاء.